بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رسالة جديدة من رسائل هدى. رسالتنا النهاردة عن الرحمة. رمضان شهر مختلف، شهر ربنا سماه شهر الرحمة. رحمة بتنزل على القلوب قبل البيوت، وتلمس الإنسان قبل المكان. رسالتنا النهاردة عن الرحمة، ازاي نفهمها وازاي نعيشها، وازاي نخليها اسلوب حياة، مش مجرد كلمة حلوة بس بنقولها. الرحمة مش ضعف، الرحمة مش شفقة، الرحمة قوة قلب، انك تحس بغيرك وتراعي وتسامح وتحتوي. الرحمة انك تكون لين في وقت القسوة، هادي في وقت الغضب، وإنسان في وقت ما الناس كلها تنسى إنسانيتها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. يعني رحمة ربنا مش لفئة معينة ولا لناس معينة من غير ناس تانية، دي رحمة واسعة بتشمل العاصي قبل الطائع، والضعيف قبل القوي، والتايه قبل اللي لسه واقف. وفي آية تانية ربنا بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم. صدق الله العظيم. يعني اللين والرحمة وحسن المعاملة كلها من علامات القرب من ربنا عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان مثال حي للرحمة، رحيم بالكبير والصغير، بالقريب والغريب، حتى بالحيوان. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني لو عايز رحمة ربنا ارحم اللي حواليك. رمضان مش بس صيام عن الأكل والشرب، ده صيام عن القسوة، عن العصبية، عن الكلمة اللي ممكن تجرح حد. رمضان فرصة نرجع الرحمة لبيوتنا، في كلامنا مع أهلنا، في تعاملنا مع أولادنا، في نظرتنا للناس، في حكمنا على غيرنا. الرحمة إنك تعذر قبل ما تحاسب، وإنك تسمع قبل ما ترد. الرحمة مش محتاجة فلوس ولا منصب ولا وقت طويل ولا حتى مجهود. الرحمة ممكن تكون بكلمة طيبة، ابتسامة، مساعدة بسيطة، ستر على حد، دعوة لحد في غيبته. وممكن تكون إنك تسكت وما تزودش وجع حد. خلي رمضان ده نقطة بداية إن قلبك يبقى أرحم، ولسانك أهدى، تعاملك مع الناس ألين. ارحم لأنك محتاج رحمة ربنا أكتر مما تتخيل. فاللهم ارحم قلوبنا واجعلنا من عبادك الرحماء. اللهم اجعل الرحمة في كلامنا وفي أفعالنا وفي نياتنا. اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن تقصيرنا، واجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا. اللهم كما وسعت رحمتك كل شيء، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ودي كانت رسالتنا النهاردة من رسائل هدى. كان معاكم هدى عبد الله. استنونا في رسالة جديدة. دمتم بخير. ودي كانت رسالتنا النهاردة من رسائل هدى. كان معاكم هدى عبد الله. استنونا في رسالة جديدة. دمتم بخير.